يا صباح الفل عليكم، صباح الورد، صباح الجمال. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني من اخر فيديو كنا فيه مع بعض والله العظيم. النهارده معانا فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد. نسمي الله كده ونقول لكم صباحكم زي الفل كده، وتعالى نبدأ يومنا من اوله كده، من ساعة ما بنصحى كده من النوم. بنبتدي مثلا ايه، نقوم نتوضى الاول ونصلي. لو بنقوم بدري وبنصحى بدري من الناس اللي بتقوم بدري، يبقى صلاة الفجر دي مهمة جدا، وربنا كده يجعلنا دايما من مصلين صلاة الفجر لانها حلوة جدا. اما بقى لو كسلانين شوية، ممكن نصلي الضحى. صلاة الضحى مهمة جدا برضو يا جماعة. فانا طبعا ايه، كده كده انا بصحى بدري عشان عندي مصطفى بيروح المدرسة. فانا بصحى حوالي زي الساعة 6:30 كده. دايما او احيانا بلحق صلاة الفجر الحمد لله، يعني لما بصحي مصطفى قبل ما، يعني اول ما بصحى بقوم اتوضى واصلي الفجر على طول. اما اليوم اللي بيبقى مصطفى فيه ما عندوش مدرسة زي جمعة وسبت، او يوم هو مأجز والله العظيم بتروح عليا صلاة الفجر، فبلحق صلاة الضحى. فيعني الحمد لله، وربنا كده يوفقني كده ان انا اكون مواظبة على صلاة الفجر ان شاء الله دايما يعني. بس فبعدها بقى بشوية ممكن انام شوية بعد ما بيصحى، بعد ما مصطفى ما بيروح على المدرسة ممكن انام شوية ساعة او ساعتين واصحى تاني. فطبعا انا من عادتي مش بحب يعني ان انا افطر قوي الصبح، او اكل كتير الصبح، يعني بيبقى ماليش نفسه عشان لوحدي وكده. فبعمل ايه؟ فطار خفيف كده على قدي. اي حاجة في التلاجة بطلعها. فقلت احضر كده ايه، كوباية شاي بلبن ورغيف عيش واحد، والله مش بزود عن رغيف عيش. وزي ما انتم شايفين طلعت مثلا ايه، حتة لانشون على حتة جبنة على حتة حلاوة طحينية، وده فطار كده بسيط كده صغير كده على قدي. بس فقلت ابدا معاكم اليوم كده من اوله، واوريكم بقى الروتين بتاعي اللي انا بعمله الصبح كل يوم، او يومي كله بيبقى عامل ازاي. صلوا على النبي. نور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. عايزاكم تحطوا لي لايكات كتير على الفيديو ده، وتحطوا كومنتات حلوه من عندكم زي اللي بشوفها دايما، والله كومنتاتكم كلها بتعجبني. وفي ناس كتير من اسكندريه متابعيني، لما بيشوفوني في مكان او بصور في مكان وكده بيعرفوا انا فين والله العظيم، بيقولوا لي انت في الحته الفلانيه، اقول لهم حبايبي بقى اسكندرانيه بقى وحافظين اسكندريه يعني. طبعا بعد ما فطرت وشربت الشاي باللبن كده، كان عندي دورة غسيل. طبعا انتوا عارفين ان انا لسه نقلة الشقة جديد، فكل حاجة نقلناها من الشقة القديمة للشقة الجديدة عايزة تتغسل. يعني بصوا، لو طول اغسل المخدات هغسلها. فطبعا عندي الكفرات بتاعت المراتب كانت الاستك بتاعها كان يعني مش جامد، فانا كنت عايزه اعمل لها اساتك حلوه تمسك الكفر، بحيث الكفر ما يطلعش من المرتبه، لان انا كان عندي بيطلع من المرتبه وبيحوش الملايه. فانا قلت لا، اديتهم لحد يعمل لي استك للكفرات كلها، استك عريض مشدود جامد عشان الكفر يمسك في المرتبه وما يتزحلقش وما يزحلقش الملايه بتاعت السرير. فطبعا عملتهم وجابهم لي. فقلت اغسلهم بقى، فكنت عايزه اغسلهم قبل ما احط اي حاجه بقى على السراير او افرش حاجه وكده. عايزه اعمل ايه، اغسل كل حاجه يعني، الكوفرتات والدفايات بتاعت السرير والكفرات بتاعت المرتبه كله غسلته. فعملت دوره غسيلي وغسلت زي اي ست بيت بتقوم الصبح يعني. حياتي كده بوريها لكم، انا عارفه ان انتوا زيي يعني، كلنا بنقوم الصبح، ده اللي علينا ان احنا نقوم نفطر، نودي عيالنا على المدرسه الاول ونفطر نصلي. بعد كده نشوف لو في غسيل، لو في حاجه عايزه تتلم من الغسيل، حاجه عايزه تتنشر. وبعد شويه بقى ممكن نعمل ايه، غدانا يا اخواتي. غدانا ايه بقى يا اخواتي؟ النهارده انا من المشتريات بتاعه الفيديو اللي فات كنت جايه لكم ان انا جايبه لحمه ستيك. فطبعا احنا عيالي ما بياكلوش اللحمه اللي في الطبيخ ولا اللحمه المسلوقه. فايه الحل عشان ياكلوا لحمه؟ ان انا اجيب لهم اللي هي اللحمه ستيك اللي هي شرايح دي. فانا طلعت كده كام قطعه من الفريزر، وقلت اتبلها واسيبها شويه. انا فرمت بصله ومعاها قرن فلفل
بارد. وما خدتش البصلايه، خدت ميه البصل على اللحمه الستيك او شرايح اللحمه اللي قدامكم دي. وعندي صويا صوص كنت جايباه برضو من المشتريات بتاعتي، هو حلو جدا في المشويات عامه سواء في اللحمه او الفراخ. وحطيت بقى 7 بهارات، وحطيت فلفل اسود وملح طبعا. سبتهم طبعا يتبلوا بقى كده ويقعدوا مع بعض شويه كده، يتأنسوا مع بعض يعني لحد ما اشوف هعمل ايه. طبعا انا مش ناسيه ان انا عايزه اعمل لكم جوله في المطبخ، يعني الفيديوهات الجايه ان شاء الله. يعني يمكن المطبخ اول حاجه خلصت في الشقه، يمكن الشقه لسه فيها حاجات كتير ما خلصتش، لكن المطبخ يتركب وترص وتنظف وترتب وكل حاجه فيه بقت تمام التمام. فان شاء الله عايزه اعمل لكم جوله في المطبخ عشان تاخدوا افكار مني، اشكال الجديده ايه، الالوان الجديده ايه. على فكره انا عامله لون ترند ترند ترند، هو واضح قدامكم بس لما تشوفوه في الجوله هيبان اكتر. فان شاء الله اللي عنده حاجه عايزني اعملها له او نفسه في حاجه يقول لي اعملها يعني. ماشي. هنا كان عندي حله محشي صغننه كده، صغنطوطه كده، كنت عاملاها لجنى عشان هي مسافره على الكليه بتاعتها او الجامعه بتاعتها، كنت هديها لها معاها تاخدها. يعني انا لما هي جت من السفر وقضت معانا الاجازه اللي فاتت، انا عملت محشي كرنب، فقلت لها يا جنى انا هعمل لك حله مش مستويه كده والفها لك واشيلها لك في الفريزر، وانتي ماشيه على الكليه خديها معاكي. نسينا بقى، نسينا الحله بصراحه، فزعلت قوي. وهي قالت لي خلاص يا ماما انا كده كده اكلت محشي عندك، فخليها بقى بالهنا والشفا كلوها انتوا. فطبعا انا اللحمه الستيك بقى لما تبقى مشويه كده على الجريل، يا جنبها شويه مكرونه كده حلوين، يا اما جنبها سلطات وعيش. فانا كان عندي بقى حله المحشي دي، قلت اطلعها اعملها جنب الايه، جنب اللحمه. فانا ما عنديش شوربه لان انا ما سلقتش لحمه وما عنديش فراخ، عشان كده ما عنديش شوربه. فقلت اعمل لها شوربه كده اللي هي مكعب مرقه مع شوية فلفل اسود مع شوية كمون كده عشان المحشي، شوية ملح، ويبقى كده عندنا شوربة. ادي يعني ايه، بنتصرف اللي موجود يعني ايه بيسد وخلاص، والحمد لله ربنا يديمها نعمة علينا يعني. والله هي برغم ان هي مش معمولة المحشي ما كانش يعني معمول له شوربة فراخ او شوربة لحمة، بس والله كان طعمه لذيذ جدا. طالما والله المحشي متسبك له كويس، محطوط له الخضرة بتاعته كويس، الطماطم بتاعته تمام، والله بيطلع جميل حتى لو معمول بمية. بس هي مرقة الدجاج عامة بتبقى حلوة يعني في المحاشي وفي الشوربة وكده. انا احيانا بيبقى ما عنديش شوربة وعايزة اعمل ملوخية، او مصطفى ابني مثلا بيحب الملوخية وعايزها على طول، فاروح عاملة برضو الملوخية بشوربة زي دي كده بالمرقة اللي هي بالمرقة دي، فبتطلع برضو الملوخية جميلة يعني. زي ما قلت لكم بقى يا جماعة، اللي عنده افكار وعايزني انفذها له، او جولة الشقة لسه مش هعملها دلوقتي بصراحة، لان في حاجات كتير لسه ما كملتش في الشقة. يعني انا عندي النجار مأخر لي اساسا اوضة النوم، فطبعا اوضة النوم لحد دلوقتي ما اتفرشتش. الستاير الحمد لله اتركبت، بقيت الفرش بتاع الريسبشن لسه، والسجاد لسه. فطبعا مش هينفع اعمل لكم جولة الا لما كل حاجة تخلص ونفرش الشقة وندفي بقى البيت، والشتاء داخل علينا، فساعتها بقى هنعمل جولة حلوة كده ان شاء الله، يعني كل حاجة تعجبكم. ويا رب كده كل حاجة اكون بقدمها لكم او بنزلها لكم في الفيديو تكون بتعجبكم. واي حاجة انتوا شايفينها مش عاجباكم قولولي. بس انا الحمد لله من التعليقات اللي بتجيني شايفة ان الحمد لله فيديوهاتي بتعجبكم. اي نعم انا مش بنزل كل يوم، مش فاهمه ليه، يعني انا نفسي بجد والله العظيم انزل كل يوم زي الناس اللي بتنزل كل يوم. بس انا مشكلتي ان انا مش هصور اي حاجه وانزلها النهارده وخلاص. يعني انا بحب اصور فيديوهات يكون شيقه، يعني شايفينها حلوه، يعني عشان كده هو ده اللي بيأخرني في الفيديو، ان انا مش بعمل فيديو خلاص. يعني مش هقول لكم يا جماعه انا داخله النهارده المطبخ تعالوا نشوف هنطبخ ايه وتعالوا نشوف هناكل ايه ويلا بينا نخش المطبخ. مش هقف مثلا على حوض المواعين واقول لكم يا جماعه انا عندي غسيل مواعين تعالوا نقف نغسل شويه المواعين يلا.
لا، عايزة فيديو يكون في حاجة شيقة، في حاجة كويسة. فهو ده اللي بيأخرني في الفيديوهات. ما انا كل يوم بخش المطبخ، وكل يوم بعمل اكل، وكل يوم بقوم انضف، وكل يوم بغسل مواعين، بس مش كل حاجة هتتصور. فانا الحاجة اللي انا شايفاها حلوة هي اللي بنزلها. فده اللي بيأخرني في الفيديوهات. فقولوا لي برضو رأيكم ايه، وشايفين يعني الفيديوهات بتعجبكم ولا لا. كده زي ما قلت لكم، عملت المحشي اهوت، سويته وعملت الستيك وعلى الجريل، وخليتها بقى ايه، في الاول بتنزل ميه وكده ميتها كلها بتنزل، وبعد كده بتبتدي بقى ايه تاخد لون الشوي بقى الجميل، وريحه الشوي الحلوه بقى، وبتطلع يعني لونها حلو زي ما انتم شايفين كده. بس احنا نحط بقى المشروب بتاعنا، وانا وابني كده نروحوا ناكله مع نفسنا كده. طبعا انا ما باكلش والله العظيم، ولا بحط لقمه ببقي الا لما اتصل على جنى بنتي والله العظيم واسالها كلتي يا جنى، كلتي ايه، عملتي ايه. يا اما تكون عملت اكل، هي عندها في السكن البوتاجاز والمواعين والحلل وكل حاجه، فبيقوموا البنات بتطبخ مع بعض وبياكلوا يعني. فلازم اطمن برضو على بنوتي الحلوه، اشوفها كلت ولا لا، مش انا اكل انا واخوها وخلاص. بعد ما خلصنا بقى غدا، كان مصطفى عنده درس، فروحت وديته الدرس، والمكان ده تحت العمارة اللي فيها الدرس. المكان ده برضو اللي من عندنا من اسكندرية، اللي عارفه او كده هيعرف انا فين. مكان راقي جدا وهادي قوي، في مخبوزات، في جاتوهات، في تورت، في ايس كريم، في القهوة والحاجات اللي هي الايس كوفي الايس لاتيه والاسبانيش لاتيه، والحاجات اللي هي بتاعت الشباب بتاعت الايام دي يعني. ففي ناس كتير بتحب تروح اماكن زي كده تقعدي فيها تشربي حاجة، او نجيب ايس كريم. الايس كريم عنده تحفة تحفة تحفة، وخصوصا الايس كريم اللي هو بالزبادي والفراولة، زبادي مع فراولة، تخيلوا جميلة. انا بصور لكم ايه يعني، انا قاعدة على كرسي شايفة الشارع من بره، وفي نفس الوقت انا في المحل جوه، فتلاحظوا ان في ناس بقى ورايا جوه، وتلاقي ناس بتعدي من بره. فانا يعني عامله لكم ميكس يعني ما بين المحل من جوه والمحل من بره، وهي الناس ماشيه، فانا شايفه من الازاز الشارع بره، وفي نفس الوقت في ناس جوه. مكان جميل، ونروح نقعد فيه كده، استنى مصطفى لما يخلص الدرس واشرب قهوه زي ما انا وريتكم كده. وخدت مصطفى اليوم ده، كان يوم بقى خميس، فحبيت اكافئ مصطفى لانه يوم الخميس المدرسة كانت عاملة يوم دراسي اونلاين، يعني ما كانش الولاد بيروحوا المدرسة اليوم ده. فقالت لهم من الصبح الساعة 8 لحد الساعة 11 هننزل لكم الحصص بتاعتكم اونلاين وكده يعني. فلقيته من نفسه قام صحي وعمل الايس كوفي بتاعه، وبعد كده ايه تابع الدروس بتاعته. بصوا بوريكم بقى احنا رحنا فين بقى، رحنا سيتي سنتر بعد كده يعني. فانا كافئت مصطفى ان هو عشان قام وبيمتحن كتير وبيجيب درجات حلوه الحمد لله، بسم الله ما شاء الله يعني. ف وبيروح دروسه ومواظب على دراسته كويس، فحبيت اكافئه، فروحنا سيتي سنتر عشان نخش السينما. فاليوم ده كنت بكافئه، خدته فسحته وخدته ودخلته سينما، وجبنا بقى الفشار ميكس ما بين ملح والفشار ده معمول بالملح والكراميل، يعني بنطلبه ميكس ما بين اللي هو اسمه سويت اند ساور. سويت اند ساور ده يعني حاجه مالحه مع حاجه حلوه يعني، فاهمين. حضرنا يوم جميل في السينما، وحضرنا فيلم حلو جدا اسمه السادة الافاضل، واليوم كان جميل وحبيت اوريه لكم.